البوطه هي قرعه ديال الحديد ملي كتكون عامره كتكون فيها 85% من البوطان السائل والباقي بوطان غازي. البوطه كنستخدموها في الطياب، في الدوش، عند المزرعه، كنستخدموها حتى في الطياب ديال العراسات. ملي كتمشي عندك الطيابه كتقول لها راه شي طريف ديال الحال، كتقول لك سير بحالك. ناري ما كتحملش راسك. ناري ما يمكنش. ناري لا 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 ما بصحش. انا ما تيقتش. مع اقتراب موعد انتهاء العمل بخط أنابيب الغاز الذي تصدره الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب، تترقب الأسواق قرار السلطات الجزائرية والتي كانت قد ألمحت في السابق إلى أنها لن تجدد الاتفاق لتصدير الغاز عبر هذا الأنبوب. وأن بخصوص الأنبوب ديال الغاز أنا نبغي نأكد جوج ديال العناصر أساسية في هذا الموضوع هذا. أولا الغاز اللي كان كيتخاذ من هذا الأنبوب هذا ما كانش يوجه إلى الاستعمالات ديال المواطنين، كان كيمشي في جزء منه لإنتاج الكهرباء. اليوم ما كاين حتى شي تأثير على إنتاج الكهرباء في بلادنا. بالنسبة للزيادة في أي زيادة سواء كانت بوطة سواء كانت مواد تغذية فهي حاليا ليست لصالح المواطن، لأن المواطن عنده واحد الدخل اللي يلاه كيتكافى معه حاليا، فما بعد إلا زدتي عليه المصاريف. تفضل. A few moments later. 50 درهم ياك وضع حتى انت بحال تبا. انسان كيفيق الصباح بكري كيبغي يتوضا يصلي الفجر، ما يجيش انايا شعل فاخر باش انا نسخن ميها باش نتوضا. داروا له الضغط في الدار. داروا لي البوطه، ولكن عرجوا العهد جدودنا، كانوا جدودنا المغاربه الاحرار كانوا كيشعلوا المزمر باش يتوضا، كيزوج الطاجين كيطيبوا بالمزمر، ماكله طبيعيه. اما البوطه ماشي ماكله صحيه.